تحياتي للجميع ويا رب تكونوا بألف خير. حابة أحكي للمرة الثالثة عن قرية الحماميات في ريف حماة الشمالي اللي دفع كثير من شبابنا دمهم مشان تتحرر، واللي كانت سنين طويلة خط تماس ونار وموت. اليوم صارت كأنها خارج حسابات الجميع. يوم المعارك كان الكل يتسابق حتى يحكي عنها، وكانت أرواح الشباب ترخص كرمالها. أما اليوم وبعد سقوط الأسد والتحرير صارت وكأنها عظم كلب مرمي على طرف الطريق. لا مسؤول سأل عنها ولا جهة التفتت إلها. كل القرى رجعوا لها أهلها وناسها بقوافل، وانفتحت فيها مشاريع وخدمات إلا قرية الحماميات. أهلها رجعوا بخيامهم وعزة نفسهم وكرامتهم، ونصبوا خيامهم على أطراف قريتهم المدمرة. رجعوا مثل ما كانوا يحلموا ويقولوا المهم يسقط الأسد ومنرجع ولو بخيمة على أرضنا. سقط الأسد ومر أكثر من سنة ونص، ولسه الردم فوق الردم والألغام بكل زاوية، والكهرباء مو واصلة للقرية. المي وصلت من جديد بعد عناء كبير ومناشدات من قبل أهل القرية. الصرف الصحي حلم، والنقطة الطبية معدومة، واللي بيمرض بيشد حاله على السقيلبية، والمدرسة عبارة عن كرفانات مستعملة لا تليق بأطفال ضحى أهلهم بكل شيء كرمال هالأرض. يا سيادة محافظ حماة، أهالي ريف حماة الشمالي أمانة برقبتك. قبل ما تسأل الناس شو بدها، اسأل حالك شو قدمت لهم من يوم استلمت المحافظة لليوم. على مستوى ترحيل الركام صار لنا أكثر من سنة ونص ما نظفتوا ريف حماة الشمالي من الركام ولا حتى من الألغام. الحماميات ما بدها خطابات ولا صور ولا وعود، بدها جرافات تشيل الركام وفرق هندسة تنهي الألغام. قرى ريف حماة الشمالي بدها تحس إنها جزء من مدينة حماة، مو قرى منسية على الهامش. وكمان عندي سؤال مشروع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحماة. شو كان دورها خلال هالسنة ونص؟ شو قدمت لأهل الخيام؟ شو عملت للعائلات اللي رجعت تعيش بين الأنقاض؟ وين المبادرات؟ وين المتابعة؟ وين الإحساس بمعاناة الناس؟ والله لما نشوف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بإدلب، مديرتها السيدة أحلام الرشيد تشكر على كل ما عم تقدم، وعلى كل مساعدتها ولهفتها على أهلها وناسها بإدلب، وعلى كل إنسان محتاج. عم تركض ليل نهار بين المخيمات والقرى، وعم تتابع احتياجات الناس وتحاول تأمن كل ما يمكن. من حقنا نسأل ليش هالفرق؟ أهل ريف حماة الشمالي مو أقل استحقاقا ولا أقل تضحية. بدنا شوية حس بالمسؤولية، وبدنا نشوف وجود حقيقي على الأرض، مو مجرد أسماء ومكاتب. والله عيب تبقى قرية الحماميات وكل القرى